كنت خريج تجارة، لكن النهاردة بشتغل مهندس برمجة في السعودية. لكن قبل ما ابدأ واقول لكم على الخطوات، الفيديو هيكون عبارة عن دردشة، لان الكلام ده واقعي وحصل، يعني مش سكريبت او كلام متحضر. دي رحلة وتجربة شخص حابب ينقل لكم التفاصيل، لعل وعسى حد يستفاد ولو بمعلومة بسيطة ويبدأ يغير من طريقة تفكيره وحياته. هنتكلم في الفيديو ده عن انا مين، علشان دايما قبل ما تاخد معلومة او تسمع لحد لازم تعرفه اولا، بعد كده ابدأ اسمع له. هكلمكم عن ايه السبب اللي خلاني ادخل مجال البرمجة، وازاي بدأت، وايه الخطوات او المسارات البرمجية اللي انا مشيت عليها، وكمان ازاي لقيت خريطة مسار برمجي معين انا حبه، وازاي ذاكرته وتعلمته، وازاي بحثت عن شغل سواء فريلانسر او في شركه علشان احصل على وظيفه مهندس برمجه في السعوديه. كل ده وتفاصيل اكتر في الفيديو. اسيبكم مع الفيديو. في البداية أنا اسمي محمد مصطفى من قرية ريفية بسيطة في الشرقية. حلمي إن كنت عايز أدخل كلية هندسة، لكن الحمد لله على كل حال ما توفقتش. وقلت وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ودخلت كلية تجارة، ومن أول ترم في كلية تجارة كنت معرفش أي حاجة عن البرمجة، لكن طبعا كنت أعرف كتير عن الكمبيوتر والألعاب والهاكينج، لأن كان عندي فضول دايما بالهجمات الإلكترونية اللي كانت بتحصل من أول 2017 تقريبا. ويشاء السميع العليم ان اتعرف على شخصيه محترمه وغاليه جدا عليا، وهو المهندس محمود القط، اللي بالمناسبه لو بيتفرج على الفيديو ده فاحلى تحيه وتقدير ليك يا هندسه، واللي بالمناسبه برضه هو من نفس البلد اللي انا منها. المهم كنا قاعدين في السكن مع بعض وقال لي تعالى، وفتح اللاب بتاعه ولقيت سؤال قدامي على برنامج محرر اكواد او تكست اديتور، اعتقد ان اسمه كان نوت باد بلس بلس. وعايز اقول لكم اني ما كنتش اعرف اي حاجه عن المصطلحات دي. المهم السؤال كان اسمك ايه، فكتبت له اسمي وضغطت انتر. بعدها لقيت البرنامج بيطبع لي رساله تحيه وبعدها اسمي من غير تدخل مني ولا من محمود. ساعتها حرفيا انبهرت وبدات اسال محمود عن ايه الحوار ده، وبدا يعرفني. وطبعا في حاجات كتير هنقولها بعدين في فيديوهات تانية، لكن علشان ما اطولش عليكم ندخل في اللي بعد كده. بدات ازاي؟ قبل ما اقول لك انا بدات ازاي، عايز اقول لك ان في نص 2019 انا بدات في السايبر سيكيورتي، واشتغلت كفريلانسر لمده سنه، يعني ممكن تقول لحد نص 2020 او نهايه سنة 2021. ده غير كمان اختبار المواقع والشبكات، يعني كان عندي خبرة قليلة شوية في المدة دي. هنا بقى عايز اقول لك ان سبت السايبر سيكيورتي ولكن ما سبتش البرمجة. حد هيسأل وهيقول طب ليه سبت المجال ده والمجال حلو وفيه فلوس كتير؟ عايز اقول لك يا صديقي الفضول. انت كمهندس برمجة لازم يكون عندك مهارة الفضول والشك في التطبيق او المشكلة اللي انت بتحاول تحلها. وتخيل معايا كده واحد عنده مهارة وادوات في السايبر سيكيورتي مع الفضول والشك في الحاجات اللي حواليه ممكن توصله لفين، وهسيبك تتخيل. ومن هنا قررت أبدأ من جديد في مجال من مجالات البرمجة، وحطيت نفسي مكان حد لسه عايز يبدأ وبيحاول يبحث ويدور هنا وهناك عن التخصصات البرمجية، وايه هي المجالات اللي ممكن تشتغل بيها كفريلانسر من اي مكان او حتى تشتغل في شركة. وبعد بحث على اليوتيوب والمقالات والناس التقيلة في المجال زي الاستاذ اسامة الزيرو، وانا قصدت اقول هنا الاستاذ لانه استاذ ومعلم كبير، وانا شخصيا بكن له كل الاحترام والتقدير على مجهوداته ومعلوماته ودروسه اللي ما بيبخلش بيها على اي حد. ربنا يبارك له يا رب ويجازيه عنا كل خير، اللهم امين. وقررت اخوض تجربة الويب ديفلوبمنت. وهنا عايز اقول لكم نصيحة، لو انت حابب مجال معين ادخل واقرا عنه وشوف ايه اللغات والتكنولوجي والادوات المستخدمه فيه، وتعرف على المسار البرمجي بشكل اوضح، واعرف هو بيخدم مين وايه علاقته بالمستخدمين وايه مستقبله وفرص الشغل فيه، وهل ليه فرص في المكان او الدوله اللي انت قاعد فيها او اللي انت عايز تسافر لها. عايزك تجمع تفاصيل كتير عن المسار ده علشان تشوف هو مناسب معاك ولا لا، لان انت ممكن تدخل فيه وبعد فتره كبيره تكتشف انه مش مناسب ليك. والفتره اللي انا اقصدها هنا مش شهور، بالعكس دي ممكن تكون اكتر من سنه. طيب ممكن حد يسالني ويقول لي ازاي وظيفه او الشغل يكونوا مش مناسبين ليا؟ بمعنى تاني تقصد ايه بكلمه مش مناسب اللي انت قلتها دي يا ابو حميد؟ ممكن يكون الشغل في المجال او المسار ده مش مناسب لتربيتك، ثقافتك، عقليتك، طبيعتك، طبعك، وحاجات تانية كتير. فممكن يحصل تصادم بعد كده بين شغلك وحياتك او زملاء في الشغل معاك بسبب ثقافات واراء الخ الخ الخ. انت كشخص شغال في المجال ده، وصدقني انا بقول لك ده عن تجربه حصلت وشفتها قصاد عينيا، وفي الكيز او الحاله دي الشغل بيأثر عليك بالسلب طبعا مش بالايجاب. خلينا نقول بقى انك اخترت مجال من المجالات زي الويب ديفلوبمنت، وهنا تكتشف ان المسار اللي انت اخترته اتقسم لاكتر من مسار. ايوه زي ما سمعت كده حرفيا مسار الويب ديفلوبمنت فيه اكتر من حاجه، زي الفرونت اند والباك اند والفول ستاك، وكل مسار من ده ليه اللغات والادوات الخاصه بيه. ومش هكون ببالغ لو قلت لك ان مسار واحد من ده علشان تقدر توصل لمنصب عالي فيه ممكن تقعد من اول ما تبدا تذاكر فيه لحد ما توصل وتشتغل ممكن تقضي 3 سنين عادي جدا علشان
توصل لمنصب كويس ومرتب عالي. خد هنا اللي هتقفل الفيديو، انا ما قلتش انك هتقعد 3 سنين تذاكر علشان تشتغل، انا قلت علشان توصل لبوزيشن عالي ويكون خبرتك عاليه ومرتبك اعلى طبعا هتقعد الوقت ده. طيب انا اخترت الفرونت اند، فدخلت وبحثت عن المقالات وفيديوهات بتعرفني على المسار ده بشكل اعمق، وايه هو وبنستخدمه في ايه وبيعمل ايه بالظبط، وايه اللغات والادوات اللي لازم تكون معايا كاساسيات. طبعا الفيديوهات هتقول لك ادخل على HTML CSS جافا سكريبت، هقول لك جميل ومش جميل. طب جميل ليه ومش جميل ليه؟ جميل لانه دخلني على المسار على طول، وبدات اتعلم ازاي ابني صفحه ويب او موقع الكتروني، بعد كده ازاي الونه واظبط الديزاين والستايل بتاعه، وبعدها ازاي اخلي الموقع بتاعي متفاعل او انتراكتيف مع المستخدمين ويبقى فيه روح. وده كل حلو عشان انت في مده قصيره لو ركزت وخدت وقت من يومك في التطبيق ورا الانستراكتور او المحاضر اللي بيشرح لك، ساعتها انت هتقدر تطلع نتيجه تقدر تشوفها قدامك، ومش بعيد كمان تاخد فلوس لما يجي لك شغل من الحاجات البسيطه دي. وده كده قلنا جميل ليه؟ علشان هيخليك تشوف نتيجه دراستك ومجهودك بشكل اسرع، وده هيحمسك انك تكمل. وبالمناسبه ده اللي حصل معايا بالظبط. اللي مش جميل بقى واللي انا اكتشفته بعد كده لما قلت ادخل واعرف ازاي الناس بتقدم على شغل وايه المطلوب في سوق العمل. وطبعا انا معايا HTML CSS الجافا سكريبت، واتصدمت لما لقيت ان الادوات اللي معايا دي لا تمثل 10% من المطلوب في سوق العمل والشركات، واللي بتكون محتاجه فعلا مبرمجين او فرونت اند انجينيرز شاطرين. ال10% دول بيخلوك تقدر تعمل ويب سايت، يعني موقع شخصي لافراد او شركات، زي موقع فيه شويه معلومات تعريفيه وصور وهكذا. وده اللي ممكن يجيب لك فلوس في البدايه لو انت معاك ال10% دول وعندك اشخاص تعرفهم، لان اي حد دلوقتي عايز يكون عنده موقع الكتروني على الانترنت، فانت بكل سهوله ممكن تعمل الكلام ده. وهنا اكتشفت ان في عالم تاني كبير وواسع، وده كله وانا لسه بتعلم. يعني ما دخلتش لسه في شركه او خدت تاسكات واتعاملت مع تيم ومتطلبات وتعديلات، ده طلع في دنيا وعالم تاني خالص. المهم اللي هيخليك تكون فرونت اند انجينير شاطر، وده بالمناسبه تكمله اللي مش جميل، وهو انك تدخل على موقع زي roadmap.sh وتشوف ايه الحاجات اللي تؤهلك انك تدخل انترفيو في شركه، ومش هتشغلك كمان، دي بس هتؤهلك وتوصلك لباب الشركه، وانت لسه ما عدتش، انت بس قربت من الشغل في سوق العمل. هتلاقي الانترنت اول حاجه لازم تتعلمها. بس انا بقى رحت للي قبل الانترنت، ورحت للهاردوير ذات نفسه. يعني ايه هاردوير؟ الهاردوير عباره عن الاله او الحاسوب اللي قدامك زي الكيسه بتاعت الكمبيوتر. وبحثت عن كورسات تعلمني الكمبيوتر والهاردوير، ولقيت شركه بتدي كورسات وشهادات بمئات الدولارات، وطبعا مفيش فلوس ولا دولارات. ودورت وبحثت شويتين 3 ولقيت الكورسات دي مشروحه من ناس عرب على اليوتيوب وبشكل مجاني. فدرست كورس اسمه كومتيا اي بلس، وده بيعرفني كل حاجه عن الكمبيوتر حرفيا، لدرجه ان كان عندي كيسه كمبيوتر جبتها وفصصتها علشان اطبق كل حاجه في الكورس عملي، واكون فاهم في نفس الوقت اكتر عن الكمبيوتر. وبعدها خدت كورس كومتيا نتورك بلس علشان اعرف اكتر عن الشبكات والبروتوكولات، وخدت كمان كورس كومتيا سكيورتي بلس. عايز اقول لكم ان كل الكورسات دي فرقت معايا جدا في الكارير باس بتاعي، لاني كنت فاهم انا بعمل ايه كويس جدا. بعد كده لقيت في الرود ماب لغات وتقنيات او ادوات زي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، وطبعا كل كورس كنت باخده كنت بطبق عليه سواء تكليفات او بروبلم سولفينج او بحول تصميم او صوره لكود. وهنا عايز اقول لك ان التطبيق سر النجاح، والكورس الخاص بمسار برمجي كامل ممكن ياخد منك اقل حاجه 30 ساعه مذاكره، لكن التطبيق وحل المشاكل وانك تعمل مشاريع وتطبق على كل اللي انت اتعلمته ده اللي هياخد منك وقت حرفيا زي ما حصل معايا بالظبط. بعد كده في الرود ماب لقيت انك لازم تتعلم UI لايبراري زي البوت ستراب وتيلوين CSS وMUI، وعرفت واتعلمت عن حاجه اسمها بري بروسيسور للCSS زي الساس، وفريم ورك زي الرياكت والنكست جي اس، واتعلمت جيت وجيت هاب وباكج مانجر زي الMPM ويونت تيستنج زي الجست وادوات تانية كتير، وكل ده بطرق وكورسات مجانيه تماما سواء على اليوتيوب او يودامي. وكنت لما بتعلم اي كورس بطبق عليه بمشروع او اكتر علشان اقوي الجيت هاب بتاعي والمهارات بتاعتي تكون مناسبه في سوق العمل. وهنا عايز اقول لك اني شفت سيفيهات وحسابات جيت هاب لناس كتير قعدوا سنين يتعلموا وتلاقيه فاضي مفيش غير مشروعين بالكتير وما يذكروش حرفيا، وفي ناس بيبقى عندها مشاريع واخداها كوبي بيست من ناس ثانيه، وده موجود صدقني وانا شفته بنفسي. وزي ما في الوحش في الحلو، بس نادر جدا لما تلاقي حد بالمواصفات الكويسه فعلا، اللي هو شخص يكون سوفت وير انجينير شاطر ومحترف، مش كورسين 3 واي كلام. وكان
وكان في جانب من التحديات زي اني كنت بذاكر برمجه وبذاكر الكليه بتاعتي وفي نفس الوقت كنت شغال في مطعم، فكنت بحاول اوفر وقت للبرمجه بحيث اني استمر وما اوقفش. ده غير كمان الصعوبات والايرورات اللي بتواجهك في الاول، زي الايرورز اللي مش مفهومه او بطبق ورا حد وعنده كل حاجه شغاله تمام، لكن عندي انا بلاقي حاجات اول مره بشوفها وبتقفل منها وممكن ابعد خالص عن المجال. لكن انا كان عندي صبر ان ابحث واغلط وابحث تاني حتى لو هعيد كل حاجه من الاول، المهم اعرف الايرور ده سببه ايه وايه الغلط اللي انا عملته. كل ده فرق معايا بعد كده. نيجي لاول مشروع فريلانسر انا جالي منه فلوس. مش عايز اقول لك فرحتي كانت عامله ازاي لما خدت اول فلوس نتيجه تعبي واجتهادي وصبري، والفلوس كانت فعلا مجزيه مش اي كلام. بس سيبك من الفلوس وعايز اكلمك عن التحديات اللي بتواجهك لما تمسك اول مشروع في حياتك. انا بصراحه مفيش تحدي او صعوبه قابلتني غير بس التفاوض على السعر بتاع المشروع ده، لان الامكانيات كانت عندي واعرف اطلع المشروع ده، لان انا طبقت وعملت مشاريع كتير مع نفسي وكلها مختلفه عن بعض. فالمشروع ده كان لعميل حقيقي هيستخدمه وهيكون موجود على الانترنت، لكن ما كانش فيه تحدي بالنسبه لي او ما كانش فيه صعوبات قابلتها زي ما في ناس تقيله في المجال كانت بتقول الكلام ده، انك هتواجه صعوبات ومشاكل. وهنا اتاكدت ان التطبيق الكتير بايديا وصلني للنقطه دي، ان انت لو متاسس صح وطبقت كتير على مشاريع مختلفه مش هتلاقي صعوبات بتواجهك في الشغل. وظيفتي في شركه في السعوديه جت بعد لما رحت عملت انترفيوز كتير في شركات في مصر، لان انا كنت شغال فريلانسر وعايز اشتغل في شركه واشوف واعرف التعامل في الشركه بيكون عامل ازاي، واكسب خبره شركات واتعامل مع تيم وناس مختلفه في التفكير وهكذا. واي حد بيتفرج عليا عارف ان في 2023 فالمعروض من المبرمجين اكتر من الطلب عليهم من الشركات، وده اللي خلى الشركات تفلتر وتدي مرتبات على مزاجهم. يعني بيكونوا عايزين واحد خبره من 3 سنين واكتر بمرتب لا يذكر خالص، عايزين واحد تنين بمرتب واحد فريش. ازاي؟ ما تفهمش. ولما لقيت الوضع كده قلت بس لحد هنا وستوب. انا كنت بدخل طبعا على لينكد ان وبفلتر بالدول والبوزيشن والمهارات اللي معايا، ولقيت السعوديه اقرب لي وان على طول ممكن اسافر عليها. بس لما كنت بقدم كان كله عايزك تكون موجود في السعوديه، مش ريموتلي او فريلانسر، لا، معظم الشركات عايزاك تكون هناك داخل البلد علشان يعملوا معاك انترفيو. وتوكلت على الله وسافرت، وكان عندي يقين وحسن ظن بالله ان انا ان شاء الله ربنا هيكرمني علشان سعيت واجتهدت وصبرت. وبس جهزت ورقي ورحت السعوديه وبدات ابعت السي في بتاعي لشركات كتير، وجالي انترفيوهات الحمد لله لحد ما اتقابلت في شركه كفرونت اند انجينير، وده بعد 2 شهرين من وصولي للسعوديه. طبعا للرحله تكمله وتفاصيل كتير هشارك معاكم كل تفصيله فيها بشكل اعمق علشان الصوره تكون واضحه لكم بالشكل الكامل. عايزك تتأكد 100% انك هتتعب، وعلى قد تعبك واجتهادك وسعيك هتلاقي. ولو مش عارف تنجز وتنتج وتتعلم وتشتغل في المكان اللي انت فيه، اخلق لنفسك قوقعة حط نفسك فيها ومحدش يعرف عنك اي حاجة انت بتعملها في البداية. ومش شرط انك تلاقي شغل في قريتك او مدينتك او حتى دولتك، ارض الله واسعة. سيبك من التفكير العقيم اللي بيقول لك اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، اخرج بره الدايرة بتاعتك وتعرف على ناس وتبادل معاهم معلومات وطريقة تفكير، وصدقني ده اللي هينجحك ويخليك توصل. كل لما يكون عندك كمية داتا عن التعامل مع الناس وقاعدة كبيرة من الاشخاص اللي على تواصل معاك كالشغل مش اي هري وخلاص، كل ما هتلاقي نفسك عمال بتعلى في الوضع الاجتماعي بتاعك، وفي الاخر هتلاقي نفسك وصلت للي انت عايزه. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، واتمنى تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.